السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. المعسلات الرمضانيه، الله يدخلوا عليكم وعلينا بالصحه والسلامه، لا فاقدين لا مفقودين ان شاء الله بالخير يا ربي. والله يرحم الاموات اللي ماتوا تحت التراب في الزنزال، الله يرحمهم. ايوا ما عندنا ما نقولوا، انا لله وانا اليه راجعون. هذا العسل هذا رائع البنات، وتستعملوه في جميع المعسلات. سمحوا لي راني باقا مريضه شويه، ما تنقدرش كما كتشوفوا. رائع رائع رائع. يلا بينا على الطريقه والمقادير ان شاء الله. بسم الله، توكلنا على الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندنا هنايا 2 كيلو ديال السكر سنيده، 2 كيلو. وعندي هنايا حامضه اللي حيدت قطعتها هكا طرونش، وحيدت ليها النوى ديالها، العظومه ديالها باش ما يجوش مرين. وعندي هنايا 2 ديال العويدات ديال القرفه. ما تكتروش فيها المنسمات لان غادي نديرو فيها الحلويات، ما تكتروش المنسمات. وعندي هنا كاسين الاربع ديال الماء الزهر. ما تكتروش المنسمات في هذا العسل هذا، لان غادي تجي فيه البريوات، فيه الشباكيه، فيه كل شيء، ما يجوش داك غامقين على الطعمه ديال الشباكيه ولا ديال البريوات. غادا ندير هاد 2 كيلو كوكو. هكا بهذا الشكل. رمضان على الابواب، الواحد يوجد شويه بشويه. انا يلا بديت نخدم معاكم، وغادي نتسناو مني المعسلات ان شاء الله بالصحه والسلامه. درنا الماء غدا غدينا. انا درت السكر، غادي نزيد هنايا ايطرو ديال الماء. ايطرو كل كيلو فيه نص ايطرو ديال الماء. وغادي نزيد هذاك الماء زهر، وغادي نحرك حتى يذوب ليا هاد السكر شويه مع بعضياتو. بعد ما بقيت نحرك حتى داب ليا داك السكر مزيان مزيان مع الماء والماء زهر، كنحط الحامض. غنحط هاد العويدات ديال القرفه، وغادي نشعل عليها النار حتى تبدا تغلى. عاد باش غنسد الكوكوط 20 دقيقه، وهانتوما معايا ان شاء الله. بعد ما حطيته على النار حتى غلى بحال هذا الشكل هذا هكا، بعد ما كيغلى كنسد عليه الكوكوط 20 دقيقه، وعاد نرجعو نشوفوه كيف صار ان شاء الله. ها هو بعد ما طاب العسل ديالنا. باش تعرفوه البنات طاب ملي كيتكرمل هاد الحامض، كيولي على هاد الشكل هذا، عرفوه راه طاب. ها هو كله تكرمل. غادي نخليه حتى يبرد. دابا الجو بارد بزاف، غادي نخليه يبرد، ماشي غيبات ليله لان الجو بارد. وغنرجعو ان شاء الله على الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال العسل ديالنا كما كتشوفوا. كيجي على هذا الشكل هذا، عاقد وخاتر ورائع، حتى في المذاق رائع. هذا هو اللي كدار فيه الشباكيه، ماشي داك قاصح. الا كان قاصح بزاف كتهرس لكم فيه الشباكيه. والصحه والراحه. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونوش الاشتراك واللايك، وشكرا للجميع. هذا تقدروا تدهنوا به حتى البغرير، لان ما فيش الاعشاب منسمه، غير قريفه صافي. ولا ما بغيتوش ديروا حتى ديك القرفه، الا كنتو باغيين الدهن ولا شي حاجه ما ديروش القرفه. انا مازال غنزيد فيه منين نبغي نقلي الشباكيه. دابا متوفرش ليا العسل، غادا نشريه وكنزيد فيه العسل. ماشي حر ولكن عسل مزيان كنزيدو فيه.
مع السلامة، الله معكم.